بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. موضوعنا لهذا اليوم الموضوع الأخير: الإسلام يخرجنا من الظلمات إلى النور. موضوع أخير في كتاب صف الخامس التربية الإسلامية. السؤال الأول في حل مناقشات. السؤال الأول: تعددت أشكال العبودية في المجتمعات التي سبقت الإسلام، بين ذلك وبين ما جاء به الإسلام. الجواب: إن أهم ما جاء به المجتمع الجاهلي قبل الإسلام هي عبادة الأصنام والأوثان والملوك، وكذلك عبادة الرهبان والأحبار، بالإضافة إلى عبادة الشهوات من حب المال والنساء والأولاد. وقد جاء الإسلام ليحرر الإنسانية جميعا من عبادة الطاغوت والحجارة إلى عبادة الواحد الأحد، وهي العبادة الأمية التي يستدل بها بقدرة الله تعالى وعظمة خلقه. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وكذلك حرر الإنسان من الخضوع إلى عبودية السلطان، فأمر بأعظم الجهاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وقد حرره أيضا من عبودية المال بالإنفاق والصدقة ليهذب النفوس ويسد حاجة المحتاجين. قال تعالى: الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، بالإضافة إلى تحريره من عبودية الشهوات، فأمر بالتزويج وحرم الزنا لما له من آثار وخيمة في الأبناء والأنساب والأعراض ومخاطر على النفس. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. هذا هو جواب السؤال الأول. أما السؤال الثاني: اذكر أشكال الضلال في مجتمعات ما قبل الإسلام وتحدث عن أحدها. الجواب: ضلال عقائدي وضلال اجتماعي. نتكلم عن الضلال العقائدي كعبادة الأصنام وعبادة الملوك وعبادة الأحبار والرهبان. السؤال الثالث في المناقشة: بين نظرة المجتمعات السابقة للمرأة ونظرة الإسلام لها. الجواب: لقد كانت النساء تعاني الأمرين في المجتمعات السابقة قبل الإسلام، فما حضارة من الحضارات الغابرة إلا وسقت المرأة ألوان العذاب وأصناف الظلم والقهر. فقد كانت المرأة تعامل على أنها ليست من البشر، فعند الإغريق قالوا عنها شجرة مسمومة، وقالوا هي رجس من عمل الشيطان. وعند الرحمن قال عند الرومان قالوا ليس لها روح، حتى أنها يصب عليها الزيت الحار وتسحب بالخيول حتى الموت. وعند الصينيين قالوا مياه مؤلمة تغسل السعادة، وكانت تدفن حية، ولأهلها الحق أن يرثوه فيها. أما الهنود فقالوا إنها أسوأ من الموت والجحيم والسم والأفاعي، وكانت تحرق بعد وفاة زوجها. وعند اليهود قالوا عنها إنها لعنة من بسبب الغواية، وإنها نجسة في حال حيضها، وكذلك يجوز لوالدها أن يبيعها في حال حيضها، وكذلك يجوز لوالدها أن يبيعها. وكان عقد الفرنسيون مؤتمرا للبحث: هل تعد المرأة إنسانا أم غير إنسان؟ وهل
لها روح أم لا؟ وهل روحها حيوانية أم إنسانية؟ وإن كانت إنسانية هل تتساوى مع الرجال؟ بالإضافة إلى ذلك فقد منعت من قراءة كتاب الإنجيل المحرف الذي يسمى بالعهد الجديد في عصر هنري الثامن ملك إنجلترا لأنها نجسة. أما عند العرب فكانت تبغض بغض الموت حتى إنها تؤد وهي حية أو قذفها في البئر للتخلص منها. حتى جاء الإسلام بصفات غيرت وجه التاريخ للمرأة، وهي الرحمة المهداة من الله تعالى إلى البشرية جمعاء. فقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكذلك قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بالإضافة إلى الكثير من الأدلة والبراهين التي جعلت من الإسلام المحرر الحقيقي لعبودية المرأة، مع أن أدعياء الإسلام يصورون أن الإسلام قد سجن المرأة بالحجاب، مع أنه أمر الإسلام بالحجاب حفاظا عليها من ضعاف النفوس والخوف من تعرضها إلى القول والفعل السيء الذي يجرحها، ويحافظ على أنوثتها المتمثلة في عفتها وخجلها، وقد حفظ لها ميراثها وجعلها متساوي الحقوق والواجبات مع الرجل. السؤال الرابع: هل الإسلام ابتدع الحروب أو هذب النفوس؟ وضح ذلك. لقد جاء الإسلام وهو يأمر بالسلم والسلام ودفع الظلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقد حرم الله تعالى الدماء وأوجب القصاص على القاتل ليكون رادعا له فيفكر مليا قبل الإقدام على هكذا أعمال. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فشاع نور الإسلام في قلوب أولئك القوم واستيقظوا بعد الضلالة والعمي والجهل الذي كانوا فيه، وأدركوا أن التآخي في الله ليس مجرد شعار تتناقلها ألسنتهم، وإنما هي حقيقة عملية تتصل بواقع الحياة، وقد طبقت عمليا بين المهاجرين والأنصار بعد هجرة الرسول الكريم إليهم صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الخامس والأخير: هل كانت العرب تقتل الذكور من الأبناء أو البنات فقط؟ وضح ذلك واستشهد بآية كريمة. جواب:
وصل الفساد في العرب الجاهلية إلى قتل البنات، وذلك بسبب العادات والتقاليد، أو لكسب رضا العشيرة والقبيلة، أو خوفا من شماتتها وعدائها، أو خوفا من العار والفقر. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ولم يقتصر قتلهم على البنات، فقد شملت الذكور أيضا بدفعهم الفقر إلى ذلك. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وبذلك فقد حرم الإسلام هذا الفعل الشنيع، ويطمئن الناس بأن الله تعالى سيرزقهم ويسد حاجاتهم. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.